حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه خطورة البطانة السيئة التي تأمر بالشر وتحض عليه، وفيه أيضا منفعة وفائدة البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتحض عليه. وهنا يتطلب المقام من الوالي والأمير والخليفة أن يكون ذا فطنة ومعرفة بمن حوله من حاشية ومسؤولين، هل هم من الذين يعينونه على الخير ويحثونه عليه أم هم بخلاف ذلك. وعليه أن يقرب بطانة الخير وأن يحذر أشد الحذر من بطانة الشر، لأن عاقبتهم عليه وعلى الرعية وخيمة.